حين يصل العربي إلى القمة تبدأ السكاكين في الظهور. هو ليس مجرد نجم، إنه أحد رموز الجيل الذهبي المغربي، قلب باريس النابض وصوت أمة بأكملها في الملاعب الأوروبية. أشرف حكيمي الذي صعد من دروب مدريد إلى أضواء باريس وجد نفسه فجأة في دوامة تحاك بخطوط الصمت والريبة. تهمة مجرد كلمة قادرة على كسر هبة وفتح أبواب الشك. وسط المجد ظهرت عاصفة ليست وحده من عاشها، رونالدو، نيمار، ميندي وحتى ألفيش. طالتهم سهام مماثلة وسرعان ما انقلب العالم ضدهم. مبابي خرج عن صمته وقال كلمته، مؤكدا أن زميله بريء وأن ما يحدث محاولة واضحة لإسقاطه لا أكثر. لكن الأغرب أن التوقيت دائما غريب، والصوت الموجه نحو اللاعب العربي عندما يلمع غالبا لا يكون تصفيقا بل صراخا يطالب برأسه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة كواليس اللعبة خارج المستطيل الأخضر. ويبقى السؤال المعلق في سماء الضجيج، هل فعلا من المسموح أن يصل ابن إفريقيا إلى القمة دون أن يدفع الثمن؟